السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رؤيا مجيء الميت إليك في المنام أو عودته للحياة بصفة عامة. هذا الرمز بالذات وقع فيه لخبطة كبيرة، ووقع فيه كلام كثير، ووقع فيه نسخ ولصق كثير جدا، والرأي أحيانا يصاب بالشكوك ويصاب بالقلق والحيرة. فالبعض يقول لك أنك ستقع في مصائب، أو واحد من أهلك سيلحقه، أو قد تقع لك مشكلة أو كذا أو كذا، هذا القبيل. استبشروا خيرا، استبشروا خيرا ما دام الميت عاد للحياة في المنام، وخاصة إذا كان أبوك، أخوك، صديق عزيز عليك، أمك لا قدر الله بعد عمر طويل إن شاء الله ربي يحمي جميع أمهات المسلمين ويحفظهم. فعودة الميت إلى الحياة مرة أخرى إخواني هو دليل طيب على تنفيذ أمر الله، أن الله أمر في شيء يخصك أنت وسيقع إن شاء الله وسيبتليك. تأكد أنك ستبتلى، واضح؟ لأن الميت مثلا إذا كان عزيز علينا نأخذها بالظاهر، كلكم ومن خاصة من توفي آباؤهم وأمهاتهم الآن يتمنون عودتهم للحياة، حتى العاصي لوالديه يقول يا ليتهم يعودون كي أعمل وأعمل وأعمل وأكرم أمي وأخذها للعمرة وأضحي وأسكنها أحسن بيت، يا ليت أمي تكون موجودة معي، يا ليت أبي، يا ليت أخي كان معي فأقسم معه رزقي. إذا أعلم أن هذا تنفيذ لأمر الله، واعلم أيضا أن هذه فرصة من عند الله، فرصة من ذهب. جاك ملك الموكل بالرؤى وجاب لك طبق من ذهب عليه خيرات أيضا الله أعلم من الجنة، وقال لك تفضل يا فلان، خذ هذه الهدية. فلا تخافوا إخواني الكرام. البعض سيربط لك بعض المعلومات، يقول لك أني رأيت الميت عاد للحياة وثم نواح. فلماذا سينوح؟ هو عاد للحياة، ليش النواح؟ لماذا النواح؟ في حالة واحدة، أن الميت بدأ يحتضر من جديد. هناك بعض التفسيرات التي لابد أن نسأل فيها الرأي، لكن أنا أرى الميت عاد لي للحياة، وكلنا نتمنى أن نرى آباءنا وأمهاتنا. لكن ثم نقطة انتبهوا منها إخواني الكرام، أن الله سبحانه وتعالى سيبتليك ويختبرك، لأن هذه نعمة ستأتيك وخير أو باب رزق كبير، لكن ستختبر فيها. ولكن الاختبار هذا لن يكون كالفارط أو كالذي مر عليك في الماضي. الاختبار هذا شديد جدا، كفتنة الدجال لا قدر الله. إن شاء الله تكونوا فاهمين المقصد يا إخواني الأعزاء. فالميت بصفة عامة إذا عاد لك للحياة اعلم أنها بشرى خير كبيرة جدا، واعلم أن الله سبحانه وتعالى سيعطيك من فضله. ألم يقل لعيسى عليه السلام وتحيي الموتى بإذني؟ أذن الله أن يحيي هذه الموتى، ليس عيسى الذي أحياهم، إنما هو بأمر الله. فهو قال يا سام يا ابن نوح النبي قم بأمر الله، أأمرك أن تقوم بأمر الله في رواية أخرى. فنهض، لكن لم يبقى كثيرا. المعلومة صحيح أنه لم يبقى كثيرا لأن رزقه نفذ، لأن لو بقي كثير سيطلب شربة ماء، وهذا قد يخلف من وعد الله، وإذا خلف وعد الله فالدنيا ستفنى. فلم يبقى كثيرا، لكن ليريهم من آيات ويريهم من معجزات الله سبحانه وتعالى، مع هذا لم يؤمنوا أكثرهم. فلهذا إخواني هو أمر أذن الله فيه أن يقع، وفرصة من ذهب، فاستغلها جيدا يا من رأيت الميت يعود للحياة. وأبشر، تقول لي لباسه، تقول لي كذا كذا كذا، هذه لابد أن أفتيك فيها، لأني سأخذ منك بعض الأسئلة. مثلا الميت كذا كذا، لباسه كذا، أسأل أنا أصحابه، أسأل ابنه كيف كنت تعامل أبوك، كيف كنت تبره، عفوا كيف كنت مثلا تعامل أمك الله يرحمها، كيف كنت أنت وأخوك، هل كنت تحصل هنا يعتمد على مصداقية الرأي، وأعطيه التفسير إن شاء الله. لكن على العموم هي بشرة خير وفرصة من ذهب لمن يستحقها بإذن الله تعالى. شكرا لكم على المتابعة، دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.